اخل التراث في القاهره يعني اهو. ايوه القاهره. القاهره. وعلى فكره يا استاذ اشرف انا عايز اقول حاجه، التهديد اللي جه ان يعملوا عليها صور وكيت بعد اذنك ده شيء يخصنا بقى. احنا معانا الحين لله الحمد جروب قوي جدا جدا، كلهم اقوى من الشيخ الزغبي في قضيه الاديان. عدد اللي معانا الحين الحمد لله من الكبار من الرؤوس الاولى اكثر من 50. عدد الطلاب اللي بيدرسوا معانا الحين هذا الباب عدد كبير جدا لا اريد ذكره. والاخوه بالنسبه للمتفوقين جدا في الشبكه العنكبوتيه اللي لو احنا عايزين ندخل معاهم في بقى خسه، لا احنا اللي نقدر نعمل كل شيء. الشباب اللي معايا اكفأ مليون مره من الشباب اللي عندهم، مليون مره. عايزين يسقطوا مواقع نقدر نسقط لهم المواقع في لمح البصر، عايزين يعملوا شيء نقدر نعمل مليون تركيبه، بس مش دي اخلاقياتنا، احنا اسمى من ذلك. وانا بناشد الاخوه الاسبوع القادم الاجتماع عندي في الساحه عندي انا عايز جديد الشباب المسجل اسمه معانا اللي عندهم قوه جدا في التقنيات والشبكه العنكبوتيه، انا عايز الدعوه ل 500 فرد يكونوا عندي في الساحه الاسبوع القادم، وبالذات الشباب اللي درس الاديان عشان يبقى فيه 1000 زغبي، لو جرى لي حاجه 1000 زغبي موجود. الامر الثاني الشباب لو عملوا ذره فينا على النت اعملوا في كل الشخصيات اللي دعمتهم بلا استثناء. انا بقول لو حصل اذى واسقطوا المواقع فورا، لو حصل عمرنا ما نأذي ولا هنبدا بشر، لكن لو بدأ الشر وانا بقول اهو اناشد المسؤولين يقعدون الكبار مع بعض عشان نطفئ الفتن دي، لا مرقص زفت عزيز ولا زكريا نيله ولا المجموعه اللي طالعه في البي بي سي ولا المجموعه اللي بتشتم في الاسلام الحين ولا الدكتور اللي عامل تاني اللي هو اسمه كمال اللي كان بيطعن في القرآن وبيقول عليه الآخر وكذا. ده اللي جابوا لي الشباب مويستادوس اعتقد كان اسمه مويستادوس. عامة انا بقول لكل وانا بناشد المسؤولين بلدنا مصر كنانة الله في ارض الدولة الاسلامية، الدولة القوية، رأس الامة العربية والاسلامية. اسأل الله ان يحفظ مصر من امثال هؤلاء، اسأل الله ان يحفظها من الفتن الطائفية، اسأل الله ان يبارك فيها، اسأل الله ان يجعلها واحة امن وامان. وبقول للمسؤولين الحقوا بسرعة قعدونا مع بعض عشان نطفئ الفتن دي. لا لكل حرامي وكل نصاب الحين بيعمل لي قناة، كل حرام يعمل قناة. وانا بناشد المسؤولين الاغنياء العرب، الامراء بالذات، الامراء في الدول العربية، بقولها لكم صريح العبارة، هتأثموا شايفين الحملة دي. انا بقول لكم اعملوا قناة واكتبوها باسمكم ووقفية لله جل وعلا وعمل فيها خدام انا ومجموعتي للنهار، مش ضد دولا، ضد كل المبتدعة وضد كل اللي بحاربوا الاسلام. وانا عندي ثقة ان احنا هنقف على الثغور دي للذب عن العقيدة بكل ما اوتينا. انا بقولها لكم اي واحد ثري شريف اعملها وانا معك خدام لله جل وعلا. جزاكم الله خير، وربنا يحفظك ويحفظ كل دعاتنا يا رب ان شاء الله.